كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إيه الصوت ده؟ ايه ده يا آسيا؟ في ايه؟ مين اللي وقع ده؟ مين عمو؟ قولي. عمو هناك. عمو مين يا حبيبتي؟ مفيش غيرنا انا وانتي في الشقة بس. عمو مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي تعالي. صباح الخير. صباح النور. فاضيلك ولا حاجة؟ الصراحة لا عادي ولا يهمك. عرفتي مكاني منين؟ أنا كنت معدي من هنا ولقيتك قاعدة هنا فحبيت أصبح عليك يعني. لا عادي ماشي. ايه ده؟ إيه؟ تخضيها ليه؟ بخاف من القطط السوداء، ما بحبهاش. تعرفي إن أنا أكتر حاجة بحبها القطط السودا؟ لا انا بخاف منها وما بحبهاش. ما تخافيش هي مشيت خلاص. محتاجة أي حاجة؟ لا سلامتك. تصبح على خير. بصي هناك كده واتفرج على الناس اللي بتلعب هناك دي. في أطفال هناك بيلعبوا. اتفرج عليهم براحتك وأنا همشي. بصي هناك أحسن لك. اهلا، الحمد لله على السلامة. تعالي تعالي. نورتي يا روحي. عاملة ايه؟ وحشتيني والله. انت اكتر والله. شفت اول ما جيت من الصبح جيت عليك على طول. حبيبة قلبي ما تحرمش مني. انت عامله ايه وبنتك عامله ايه؟ والله الحمد لله تمام. ايه مالك كده؟ حاسك في حاجه. مش عارفة، في حاجات بتحصل غريبة مع البنت، أنا مش فاهمة حاجة. كل شوية تقول لي عمو موجود معانا، عمو مش عارفة وقع ايه، حاجات غريبة مش فاهماها. طب والكلام ده بيحصل من امتى؟ لا لها فترة على كده. طب ما يمكن بتقعد مثلا تتفرج على كرتون وحاجات فبيتهيأ لها يعني بترسم خيال في دماغها ما أو حاجة. أنا جه في دماغي كده وقلت ممكن ده اللي بتعمله، بس لا الموضوع بقى زيادة طب عن ما اللزوم. جربتيش مثلا تجيبي شيخ في الشقه اي حاجه؟ بصراحة خفت يا هدير، انت عارفة أنا قاعدة لوحدي معاها ومفيش حد. مم. طب ما انت لازم تشوفي حل للموضوع ده، عشان كده ممكن يوصل يتطور لحاجه تانية كبيره. خلاص بصي، انت تقعدي معانا كام يوم ونشوف الدنيا فيها ايه. خلاص ماشي. هو ايه الصوت ده؟ تعالي نشوف.